ناس كتير بتقول اللي اعتدى على والد لامين جمال هو يعني اسباني، وناس برضو تانية بتقول ان اللي اعتدى عليه هو رجل جزائري. عاوزين نفهم الحقيقة، يعني ما يهمنيش اعرف جنسيته ايه اطلاقا. انا عاوزة حضراتكم بس تسمعوا، يمكن الفيديو ده لما تسمعوه للاخر هتفهموا قصدي كويس. بس بالله عليكم قبل ما تستعجلوا في حكم اي حاجة اسمعوا الفيديو كده من اوله لاخره، يعني بجد هتفهموا القصة فيها ايه، وهتفهموا الحكاية فيها ايه. مبدئيا لما يعني تواصلت مع بعض من الاشخاص المحترمة، إيه اللي ليهم بقى ايه، ليهم قيمة وهم ناس بتفهم بصراحة، بتفهم في الصحافة والأخبار. قلت لهم بقى ايه، قلت لهم احنا دلوقتي قدام قضية كبيرة. والد لامين جمال وابنه فضل اسبانيا وانه ابنه طبعا ما يعتبرش انه فضل اسبانيا لانه ابنه 16 سنة، لان لعيب صغير قاصر ملهوش حتى انه يحدد اي منتخب يلعب فيه. فيعني احنا هنقول ان والده مغربي، والنهارده امام عنصر، يعني انا بجد بعتذر اشد الاعتذار. طب بتعتذري على ايه؟ انتي بتعتذري على ايه؟ لا، انا طلعت قبل كده قلت ان غير مسموح بوجود والد لامين جمال في المغرب وابنه في المغرب. المغاربة المحترمين الأصلة الكرمة، يعني بجد المغاربة الكرمة المتربيين صح وعندهم أخلاق، لما أجي أقول الكلام ده قالوا لي يعني ما تزعليش مننا. قلت لهم أنا هقول لكم على حاجة وما تزعلوش مني. قالوا لي ملكيش دعوة، يعني معلش بجد انا اسفة، متعودة ان المغرب بيحبوني واختنا الفاضلة والكلام ده، ولكن في حاجة عاوزة اقولها. اول مرة الاقي مغاربة كتير بيقولوا لي مالكيش دعوة بالموضوع. عاوزة اقول حاجة، انا ما بحبش اخد الرأي اللي ما بيعجبنيش واطنشه، بالعكس ممكن اطنشه مع واحد جزائري مثلا ما يعجبنيش، ولكن المغاربة بحب اتناقش معاهم، ناس محترمة وبتفهم، و يعني حتى لو قالوا لك مالكش دعوة بذوق كده. فتواصلت مع كذا حد، قالوا لي حاجات مهمة جدا. ليه بقى بتقولي لي مالكيش دعوة؟ ما انا دايما بقف جنبكم، ودايما بكون سند وبتكلم معاكم في الحق. قالوا لي حاجة مهمة كبيرة قوي. والد لامين جمال غلطان، قصة منتهية. الراجل ده بقى غلطان غلط كبير قوي، غلطان غلط كبير قوي. يعني حضرتك ما حد يقدر يتكلم نص كلمة ده الراجل غلطان، تمام راجل غلطان. طيب عاوزة برضه اقول حاجة يعني برضه مهمة. اما حضراتكم بتلوموا عليا، قالوا لي بقى حاجة، مهما ان كان الراجل ده مكتوب له في بطاقته مغربي، يعني هو لو حتى مش بيمثل المغرب ككرة قدم، فهو راجل عربي مغربي بيمثل المغاربة والمملكة المغربية الشريفة، وما ينفعش واحد فيهم يتشتم واحنا نسكت.
لما تواصلت بقى مع بعض من الاشخاص يا جماعه، قلت لهم حاجه مهمه، انتوا رايكم انتوا مقتنعين بيه؟ قالوا لي احنا مقتنعين. قلت لهم حاجه مهمه، يعني انتوا مقتنعين؟ طب انا مش مقتنعه، انا مش مقتنعه. قالوا لي ينفع نسالك سؤال؟ قلت لهم اتفضلوا. دلوقتي راجل، يعني اخوك بيدرس بره. قلت لهم ماشي. وانتي مصريه؟ ماشي. قالوا لي دلوقتي يعني انتي مصريه واخوكي بيدرس بره، اخوكي بقى قرر يدرس بره ويسيب مصر. قلت لهم ماشي، يعني عادي، ايه المشكله؟ قالوا لي بقى طب لو اخوكي واحد طعنه تتخلي عنه عفوا؟ قلت لهم لا، ازاي ده اخويا. قالوا لي ازاي؟ طب ما هو فضل بلد تانية عن مصر في الدراسة. اقول لهم في الدراسة عادي، احنا بنتكلم بقى في كرة القدم، يعني حتى لو هو غلط ما ينفعش اغلط معاه، ما ينفعش، لازم اندمه وابكيه. يعني اللي هو انا هقف معاك وهسنده وهدعمه وهكون معاه، بس يعني لاخر لحظة، علشان بس محدش يقول في الاخر انا اتخليت عنه. وبعد كده هقول له بقى ايه، ابنك ملوش مكان عندي في الدراسة. طيب ده رأيي طبعا في المنتخب، ده رأي محترم. وناس طبعا يعني ناس تفهم. بالله عليكم طبعا الفيديو اللي اشتركوا في بقية التفاصيل، اتمنى الاشتراك في زر الجرس. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لي اللايك، فضل وليس امرا، صلوا على سيدنا النبي.